لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين. بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجك. توست ريتش بيك بالردة بدون سكر، وهو من الخيارات الصحية الممتازة اللي بيحافظوا على مستوى السكر في الدم وبيرغبوا في تناول وجبة خفيفة فيها سعرات حرارية منخفضة. تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية في ريتش بيك بالردة بدون سكر. المعلومات الغذائية في ريتش بيك توست بالردة بدون سكر: للمية جرام السعرات الحرارية 217 سعر حراري، بروتين 12.4 جرام، كربوهيدرات 46.5 جرام، دهون 9 جرام. المعلومات الغذائية في ريتش بيك توست بالردة بدون سكر: للجرام الواحد السعرات الحرارية 2.17 سعر حراري، بروتين 124 من 1000 جرام، كربوهيدرات 465 من 1000 جرام، دهون 9 جرام. المعلومات الغذائية في ريتش بيك توست بالردة بدون سكر: لوحدة توست صغيرة اللي هي بتبقى آخر قطعة في العبوة بوزن 20 جرام السعرات الحرارية 43 سعر حراري، بروتين 2.5 جرام، كربوهيدرات 9.3 جرام، دهون 18 من 100 جرام. المعلومات الغذائية في ريتش بيك توست بالردة بدون سكر: لوحدة توست متوسطة اللي هي بتبقى أول قطعة في العبوة بوزن 25 جرام زي ما شفنا بالفيديو السابق، السعرات الحرارية 54 سعر حراري، بروتين 3.1 جرام، كربوهيدرات 11.6 جرام، دهون 22 من 100 جرام. وطبعا العبوة فيها أحجام مختلفة بتروح ما بين 28 جرام و29 جرام و30 جرام، فاحنا حسبناها على أساس 30 جرام. المعلومات الغذائية في ريتش بيك توست بالردة بدون سكر: لوحدة توست كبيرة بوزن 30 جرام زي ما شفنا في الفيديو السابق، السعرات الحرارية 65 سعر حراري، بروتين 3.7 جرام، كربوهيدرات 13.9 جرام، دهون 27 من 100 جرام. وتوست ريتش بيك بالردة بدون سكر هو قيمة غذائية متوازنة، فهو بيعتبر مصدر جيد للكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية اللي بتساعد على الشعور بالشبع وتحسين عملية الهضم، كما إنه بيحتوي على نسبة من البروتين المفيد وبعض العناصر الغذائية المهمة. توست ريتش بيك بالردة بدون سكر يمكنك تناوله كجزء من وجبة صحية ومتوازنة، وبتشمل مصادر أخرى كالبروتين والفواكه والخضروات، ويجب اتباع أسلوب الحياة النشط والنشاط البدني أي الرياضة لضمان التوازن الغذائي العام. وأتمنى أن يكون الفيديو قدم لكم معلومات قيمة عن السعرات الحرارية في ريتش بيك توست بالردة بدون سكر. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتبلي في التعليقات. وشكرا لكم على المشاهدة، وما تنسوش الاشتراك في القناة للحصول على المزيد من المحتوى المفيد حول الصحة والتغذية، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.